بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتأكيدًا لما سبق ذكره والإشارة إليه من أهمية هذا الكتاب العظيم ومسيس الحاجة إليه قراءة وتأملا وإفادة من مضامينه العظيمة وفوائده الثمينة ونفائسه الفريدة. وأيضا سبق الإشارة إلى أن هذا الكتاب المبارك نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا من عباد الله، وكان سببا في هداية خلق، وكان أيضا سببا في ثبات خلق، لما حواه من بيان رصين ونصح ثمين وإفادات عظيمة تفيد المسلم دراية بالحق وثباتا عليه. وأيضا سبق الإشارة إلى ثناء أهل العلم عليه ودلالتهم إليه ونصحهم بقراءته والإفادة منه وحثهم على ذلك، فهو كتاب فيه خير عظيم ونفع كبير. ولهذا فإني أنتهز هذه الفرصة، فرصة منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين بالاجتماع والتوافر على قراءته والإفادة منه، أن أقترح مشاريع دعوية عديدة تتعلق بهذا الكتاب، وكل يأخذ منها بسهم بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى له من ذلك. المشروع الأول إهداء هذا الكتاب ورقيا أو نسخة إلكترونية، والثانية أخف من الأولى وأيسر، مع حث لمن تهدي إليه هذا الكتاب على قراءته والإفادة منه والإشارة إلى فوائده العظيمة وما حواه من خير ونفع عظيم. وهناك نسخ إلكترونية للكتاب جيدة واضحة، يمكن أن يوضع لها رابط وترسل عبر أجهزة التواصل مع الرابط مع الحث والترغيب في قراءته. المشروع الثاني انتقاء فوائد بشكل يومي أو أسبوعي من الكتاب وإرسالها إلى كم من كبير من الناس حتى يفيدوا من هذه الفوائد من جهة، وأيضا حتى تقع في نفوسهم رغبة في قراءة هذا الكتاب، لأنك إذا أرسلت له فائدة ثمينة وأحلت على هذا الكتاب ثم ثانية وأحلت على هذا الكتاب ثم ثالثة وأحلته على هذا الكتاب وأعجبته الفوائد، أحب الكتاب وبحث عنه وقرأه، وكنت سببا في معونته على ذلك. المشروع الثالث يتعلق بالخطبة. هذا الكتاب فيه مواطن عديدة جدا يصلح أن تنتزع وتلخص وتكون خطبة جمعة مؤثرة ونافعة جدا، فأنصح الخطبة أن يفيدوا في مواضيع عديدة لخطبهم في عدد من الجمع من هذا الكتاب الثمين العظيم المبارك. المشروع الرابع ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات
ومن كان عنده قدرة على الترجمة فليستعن بالله سبحانه وتعالى، وليجعل هذا من جملة عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، فيعمل على نقل فوائد هذا الكتاب بترجمتها إلى لسان أهل بلده. ثم مسألة النشر، إن لم يتيسر نشره ورقيا فينشره عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تسهل وتيسر فيها من النقل وسرعته وكثرة تداوله ما لا يخفى. المشروع الخامس يتعلق بالآباء. نعم، السادس. المشروع الخامس يتعلق بالآباء في البيوت، أن يكون هذا الكتاب في البيت كتاب الإجازة الصيفية، يوفره في البيت ويخطط كيف يفعل قراءته بين أهله وولده وأبنائه وبناته، إما بعقد مسابقة علمية أو منافسة بينهم أو مجالس مستمرة منتظمة في قراءة هذا الكتاب، مع وضع حوافز أو مشجعات في قراءته والإفادة منه. وهذا فيه نفع جدا بإذن الله عز وجل، ومعونة بإذن الله على صلاح البيوت وصلاح الأبناء، وبخاصة أن الأبناء والبنات في هذا الزمان يفتنون كثيرا من خلال وسائل الفتنة ووسائل الشر، ويغرون كثيرا بالفساد والشهوات والملذات المحرمة، فما أحوجهم أن يرشدوا إلى هذا الكتاب العظيم الذي من وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءته والإفادة منه كان له بإذن الله صمام أمان وباب سلامة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور والآفات. المشروع السادس المسابقات العلمية، وهذه مثمرة، ولهذا يشار على الجمعيات والمراكز الدينية وأماكن التوجيه والإدارات الدينية أن يعقدوا مسابقات في هذا الكتاب. وبإذن الله سبحانه وتعالى سأعلن قريبا عن مسابقة في هذا الكتاب ومنافسة علمية على نطاق واسع بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيوضع لها أسئلة وجوائز أيضا ثمينة مغرية، كل ذلك من باب التعاون على الانتشار هذا الخير والفوائد التي حواها هذا الكتاب العظيم المبارك. المشروع السابع طباعة هذا الكتاب، وهذا يعني يتعلق بأهل اليسار والخير. أهل اليسار والخير يستعينون بالله عز وجل ويوفرون نسخ كثيرة لطلاب العلم وللناس ولعوام المسلمين، فهذا كتاب يصلح للجميع، للعالم والمعلم وطالب العلم والمبتدئ، كتاب يصلح للجميع، لأنه كتاب يعني في باب الوعظ والرقائق والتذكير والتحذير من الذنوب وبيان خطورة الذنوب، وأيضا حسن الظن بالله والتعلق بالله والثقة به والتوكل عليه والتوحيد وما يترتب عليه من الثبات والنجاة من الفتن والشرور. فحوى يعني فوائد عظيمة يحتاج إليها كل مسلم، يحتاج إليها كل مسلم حاجة يعني ماسة وضرورة ملحة. أيضا المشروع الثامن هذا يتعلق بطلاب العلم الذين سيذهبون إلى بلدانهم بعد انتهاء الدراسة، مع دعائنا لهم بأن يحفظهم الله وأن يبارك في إجازتهم، أن يكون هذا الكتاب مشروع في الإجازة
يجمع عليه من استطاع من أهل الحي أو جماعة المسجد أو المعهد الذي هو مرتبط به، فيقرأ الكتاب ويعلق عليه بما تيسر. وإذا كان البلد الذي هو منه من أهل لسان غير العربي فيقرأ عليهم الكتاب ويترجم لهم هذا الكتاب، فيكون مشروع لطالب العلم في إجازته الصيفية أن يقرأه ويفيد منه طلاب العلم في جماعة مسجدهم أو المعهد الذي هو مرتبط به أو نحو ذلك مما تيسر. المشروع التاسع إهداءه لأئمة المساجد، إهداءه لأئمة المساجد والخطباء، هذه نافعة جدا، وهذه من أثمن الهدايا وأنفعها. عندما تهديه خطيبا أو إمام مسجد في بلدك نسخة من هذا الكتاب ثم ترغبه في قراءته على الناس أو أن يفيد منه في خطبه في الجمعة، كم ستحصل من الخير عندما يشتغل هذا الخطيب بما وجهته إليه وأرشدته إليه. وإن ضممتني معك وقلت إن فلان أيضا يشجعك على ذلك، فأحب أن أكون شريكا لك أيضا في هذا الأجر وهذا الخير العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره. المشاريع كثيرة جدا، لكن هذه تفتح لكم يعني أبوابا، وما ذكرته يدل على ما لم أذكره. يبقى مشروع أخير، إن قال واحد من الإخوان كل هذه ما تتيسر لي، فأقول لا تبخل على إخوانك بالدعاء لهم. كل من عقد نية، أنا أدعو الإخوان جميعا كل يعقد النية والعزم على مشروع من هذه المشاريع أو أكثر، أقل شيء مشروع واحد منها. لكن من يعني ما يجد فرصة أو يجد صعوبة أن يشارك في شيء منها، مع أن كثير منها سهل جدا، فعليه أن يجتهد لإخوانه بالتوفيق. يقول نسأل الله أن يوفق هؤلاء الإخوة وأن يعينهم ويدعو لهم بظهر الغيب بما يكون فيها الفائدة والخير. وحقيقة يا أخوان هذه رغبتنا جميعا أن نتعاون في نشر هذا الكتاب حتى يكون معونة للناس على التقليل من الذنوب أو التوبة منها، لأن الكتاب فعلا يساعد. وأهل الشر والفساد لهم جهد كبير جدا في نشر الغواية وتحريك الشهوات والدعوة إلى الذنوب والموبقات، وأهل الحق أولى أن يعملوا في الإصلاح في الأرض. وهذا الكتاب من أحسن الكتب في باب الإصلاح والتعليم والتحذير من الذنوب وبيان خطر الذنوب وعقوباتها. ابن القيم هنا في هذا الكتاب تكلم عن عقوبات الذنوب كلام يخوف. يقرأ الشخص عقوبة ثم أخرى ثم عقوبة ثم أخرى حتى يستوي قلبه خوفا من الذنوب، والناس بحاجة إلى هذا. فأرجو الله سبحانه وتعالى وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يبارك في هذه المشاريع التي أشرت إليها، وأن يعين الجميع على ما فيه الخير والنفع والفائدة. أؤكد مرة أخرى ما ختمت به، أن كل واحد يسمع الآن من الحاضرين أو من يسمعون من خلال البث أن يعقد النية والعزم على أن يعمل بواحد من هذه المشروعات أو أكثر. يعقد النية أن يعمل بواحد من هذه المشروعات وأكثر، وندعو جميعا لأنفسنا وللجميع بالمعونة والتوفيق والسداد، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير الكبير والنفع العميم. أعاننا الله أجمعين وسددنا وألهمنا الصواب، وجعلنا أجمعين مفاتيح للخير مغاليق للشر بمنه وكرمه. نعم.